بسم الله، اهلا بيكم يا جماعه. معاكم جوبا. اهلا بيكم في حلقه ملخص وتحليل عرض إليمينيشن تشامبر، واحد من اكتر العروض مفاجاه في تاريخ المصارعه الحره حرفيا. اقسم بالله سلطنه جون سينا يتحول لمصارع مكروه، مفاجاه من العيار التقيل محدش توقعها، لان هي مستحيل تخطر على بال حد. ده قرار مصيري، قرار مصيري. والمفاجاه ان جون سينا هو اللي طلب ان هو يتحول هيل. دكتور اوف ساجانومكس على وشك الحدوث باذن الله. اتمناها. مش ممكن اللي حصل ده يا جماعه سيخلد في التاريخ، والحلقه دي للتاريخ. قبل ما نبتدي حابب افكر حضراتكم يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك عشان الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. انا عايز كل الناس تشوف الحلقه التاريخيه دي اللي غيرت موازين المصارعه الحره في العالم. نتكلم على جون سينا. مبدئيا يا جماعه تحول جون سينا لمصارع مكروه وانقلابه بعد احتضانه كودي رودز كانت خطيره جدا، وكده WWE عايزه تخلي كودي رودز مصارع فيس بالعافيه. من الواضح ان هم ما اقتنعوش بفكره ان كودي رودز يتحول للامريكان نايت مير. انا كنت شايف انها تبقى حاجه جميله جدا، ولكن تحول جون سينا لمصارع مكروه حمسني بكل تاكيد. جون سينا ضد كودي رودز في ريسلمانيا 41 مش ممكن، هو ده الحدث الاعظم في ريسلمانيا 41. وفجاه انقلبت الموازين بسبب ما حدث مع جون سينا وتحوله لمصارع مكروه. الهيل تيرن بقى، الهيل تيرن اللي فكرتني بهالك هوجن لما تحول لمكروه في WCW وبقى في عصابة ال NWO، ومن بعدها المصارعة الحرة كلها اتغيرت بسبب عصابة ال NWO. وانا شايف ان المصارعة الحرة دلوقتي بتتغير مع تحول جون سينا لمصارع مكروه. لا يمكن وصف ما حدث. تخيل في رد الفعل، انا ارتبكت بكل تأكيد، هسيبهولك في الاي اللي هيظهر لك فوق. في رد الفعل يا جماعه الواحد ما كانش مصدق اللي شافه، ما كانش مصدق اللي حصل. سلطنه، مشهد سينمائي عظيم، مشهد سينمائي لا يمكن وصفه من حلاوته. تخيل تشوف كودي رودز بيشتم ذا روك، وتلاقي جون سينا نفسه بيحضن كودي رودز على اساس ان هو تصرف التصرف الصح، وبعدين يبص بنظره الشر لذا روك. ذا روك يعمل له العلامه دي بمعنى خلاص اذبح وحشي، احنا هنخلص الموضوع ده دلوقتي. وده اللي حصل من ذا روك، لان جون سينا بعدها بلو ضربة تحت الحزام انهى بيها على كودي رودز. ومن بعدها بقى الهجوم ضاري، هجوم لا يمكن توقعه، هجوم قوي جدا بالساعة الرولكس بالحزام، رفعه للحزام. انا عاجبني جدا اللي عمله، بس لازم جون سينا يتحول لمصارع مكروه ويقدم شخصية دكتور اوف ساجانومكس، مش اي شخصية تانية. شخصيته الحالية دي ما اعتقدش انها هتجيب مع الجمهور. لو هي جابت مع الجمهور هتبقى دي معجزة، وتجاوب الجمهور مع جون سينا بشكل ايجابي هتضر جون سينا، لان جون سينا المصارع المكروه كده هتخلي الناس تكره كودي رودز اللي هو اصلا مصارع محبوب في ريسلمانيا 41. WWE عملت ريسك خطير جدا بتضحي بيه بتاريخ جون سينا، لان جون سينا لو فشل بالشخصيه المكروهه هيبقى متاثر بشكل سلبي للغايه في جوله اعتزاله. الراجل هيعتزل السنه دي، هتخليه يعتزل وهو مكروه، والناس مش جاي معاها ان جون سينا بقى مصارع مكروه. هتفرق بكل تاكيد. طيب لو جون سينا نجح هتبقى اعظم سنه في تاريخ جون سينا، هي سنه اعتزاله وهو دكتور اوف ساجانومكس. العرض كان فيه مشاكل على فكره، العرض ما كانش احسن حاجه في بدايته، هو انتهى بنهايه اسطوريه. النزال الاولاني الاليمينيشن تشامبر الخاص بالسيدات، اليكسا بليس، نايومي، روكسان بريس، بيانكا بلير، ليف مورجان وبيلي. المفروض ان ليف مورجان ونايومي هم اللي ابتدوا، واتفاجئت ان جيد كارجل عادت وهنا لابسه اسود، يعني هي المصارعه مكروهه وهجمت على نايومي. من الواضح ان نايومي كده هي اللي هجمت على جيد كارجل، وعوده جيد كارجل كانت للانتقام من نايومي علشان يجن جنون بيانكا بلير. وهنا يا جماعه بيانكا بلير جن جنونها لان هي مش عارفه تعمل حاجه، لان هي جوه غرفه الاقصاء بعد الهجوم الضاري ومسك الباب ودمرت بيه حرفيا نايومي. جيد كارجل خرجت بره النزال، وانا شايف ان كان الصح ان جيد كارجل كانت تكمل في النزال. يا معلم حصلت كتير قبل كده، ايج عملها قبل كده ودخل في نزال اليمينيشن تشامبر. الطريقه دي كانت سهل ان تخلي جيد كارجل في النزال وتخرج بيها نايومي، ولكن WWE قررت وتريبل اتش نفسه قال مش هينفع دلوقتي،
دي خليها بعدين، لان هو خلى جيد كارجل تمشي خالص ولا كأن حاجه حصلت، وتم اقصاء نايومي من النزال بسبب الاصابه. النزال جيد، كان جيد جدا بصراحه، بس يا جماعه في حاجات كتير كانت غلط، لان ليف مورجان هي اللي خرجت بيلي من النزال. المفروض كانت روكسان بيريز هي اللي تخرج بيلي من النزال، او العكس، بيلي تخرج روكسان بيريز، لان دي عداوه ما بين الاثنين مصارعات. انت فجاه سحبت كل ده وما خليتش للعداوه دي اي معنى او اي دافع لانتقام بيلي من روكسان بيريز، او العكس صحيح، بسبب ان انت بعدت الاثنين عن بعض وبيلي خرجت من ليف مورجان. طيب اليكسا بليس انها تخرج روكسان بيريز، ده اللي كان منطقي، لان دي النهايه اللي حصلت في عرض سماك داون، ان اليكسا بليس بالسيستر ابيجيل خلصت بيها على روكسان بيريز. بس ليف مورجان تخرج اليكسا بليس برولينج بين وتكرر المشهد اللي حصل في عرض رويال رامبل وتكلف اليكسا بليس، ده انا ما رضيتش بيه تماما، لان انا شايف ان اليكسا بليس ضد ليف مورجان مش ده النزال العالي والعالمي قوي، هو هيكون نزال حلو بس مش احسن حاجه يعني، علشان ليف مورجان عندها بطء شويه، وكمان اليكسا بليس الحق يتقال هي راجعه بشكل قوي ولكن مش باسرع اداء، في سنه بطء نظرا لانها بقى لها سنتين، فمعذوره، سنتين ما بتصارعش يا معلم، فطبيعي ومنطقي اللي حصل معاها ده في النزال ان انت تشوف في سن التاخير عندها في الريتم سيكا، علشان يبقى اخر اتنين هما ليف مورجان بمجرد ما بقى الاتنين مصارعات محطوطين في النهائي. انا ما عجبنيش الموضوع تماما، لاني شفت ان ليف مورجان لو كانت كسبت هي كده كده معاها لقب الزوجي للاتحاد، فما ينفعش. بيانكا بيلير المفروض ان هي ما كانتش تكسب، لان كده انت خليت في عداوه منطقيه مع جيد كارجل في ريسلمانيا، ليه تخليها تكسب النزال؟ اتفاجئ ان بعد نزال وشد وجذب ما بين الاتنين مصارعات تفوز بيانكا بيلير بالاليمينيشن شامبر، ولا كأن نايومي اتهاجمت، ولا كأن نايومي حصل معاها الجلاشه حرفيا من جيد كارجل، ولا جيد كارجل كده عودتها بقت بنفس القوه دي، لان هي ما شتتتش بيانكا بيلير عن هدفها تماما. بيانكا بيلير رايحه لريا ريبلي. طب ليه انت اتجهت للخطه الاصليه اللي انت كنت عاملها في عرض سمر سلام 2024 بيانكا بيلير ضد ريا ريبلي على لقب العالم للسيدات في ريسلمانيا 41؟ كانت مشهد غريب جدا بصراحه، لان يا جماعه المفروض ان بيانكا بيلير انت مخسرها اللقب من اسبوع، يا راجل تقوم انت حاطط على كتفها على طول حزام عالم تاني. حزام تاني ليه؟ ما هو انت عندك اليكسا بليس قصه جاهزه وكامله ونزال جديد هتشوفه مع ريا ريبلي. كان المفروض اليكسا بليس يتجه ليها تريبل اتش ان هي تفوز بالاليمينيشن شامبر، مصارعه فازت باول الاليمينيشن شامبر في التاريخ في 2018 للسيدات، ومع ذلك هو اتجه للحل الغريب ده. انا مش راضي تماما عن فوز بيانكا بيلير والله، ولا كنت هبقى راضي عن فوز ليف مورجان. المفروض كانت اليكسا بليس بكل تاكيد، او اعمل المفاجاه سيدي بروكسن بيريز اللي قدمت اداء ممتاز بصراحه كاول الاليمينيشن شامبر ليها. بيانكا بيلير ريا ريبلي لقب العالم للسيدات، نزال زيه زي جي اوسو وجونتر، نزال لا يضيف شيء، نزال هيطلع قوي يمكن اقوى كمان من جونتر وجي اوسو، ولكن زي ما انت شايف الناس نفسها ورد الفعل كان سلبي للغايه على فوز بيانكا بيلير عالميا مش احنا بس. فعموما النزال يستحق تقييم 8 من 10. نيجي بقى للنزال اللي بعد كده، وده النزال اللي انت كنت عادي ما تتفرجش عليه، تيفاني ستراتون وتريش ستراتس ضد نايا جاكس وكانديس ليري. فوز طبيعي ومنطقي لتيفاني ستراتون وتريش ستراتس اللي هي اساسا ابنه كندا، والعرض اساسا معمول في كندا الاليمينيشن شامبر، فبالتالي لازم تيفاني ستراتون وتريش هم اللي يفوزوا، وتيفاني لازم تعمل المون سولت عشان تكسب بونت زياده قصاد شارلوت فلير اللي ما ظهرتش في عرض اليمينيشن شامبر، واللي انا شايفه خساره كبيره. كنت المفروض ان انت تعلي من الريتم، ولو حتى انها تظهر ما بين الجماهير او تهاجم تيفاني ستراتون مثلا. انت اتجهت برضو لحل غريب ان انت تخلي تيفاني ستراتون وتريش ستراتس يفوزوا فوز كلين بدون اي حاجه. نزال متوسط ما فيهوش اي حاجه تذكر، 5 من 10 تقييمي له بكل تاكيد، مش هيضيف جديد. نيجي بقى للنزال اللي بعد كده، سامي زين كيفن اوينز الانسانشند ماتش، النزال اللي بلا قوانين، اقوى نزال في السنه تقريبا، اقوى نزال في السنه لاتحاد دبليو دبليو اي. مش ممكن العظمه اللي اتقدمت من كيفن اوينز وسامي زين. الرجاله استخدمت الترابيزات الخشب، كسروها على بعض حرفيا اكتر من 3 مرات، وكمان اتفرج على العظمه بتاعه استخدام الكراسي، عصيان الهوكي الخاصه بالكنديين اللي هم مشهورين بيها اصلا، وكمان استخدام الكرسي الشائك وجرز الحلبه وصناديق الزباله وغطيان صناديق الزباله. مش ممكن بصراحه، نزال قدموا فيه كل حاجه وكميه كاونترز مش طبيعيه، الريزيلينسي او بمعنى اصح القوه والشراسه ما بين الاثنين مصارعين، وكل واحد مش عايز يخسر من الثاني. شفت سامي زين فنش كيفن اوينز بهلولو كيك مرتين، كيفن اوينز فنش سامي زين ببابا باور بامب وستانر، ومع ذلك برضه ما عرفش يثبته، لدرجه ان سامي زين ضرب الحكم بهلولو كيك بالغلط وخرج الحكم وجه حكم تاني، لان كيفن اوينز فنش سامي زين بستانر
كورنر وجه ثبته 1 2 3 ما جاتش الثالثه ابدا، فكيفن اوينز غضب وكمان هجم على الحكم الثاني، ظهر حكم ثالث وبقى في ماتش جديد تماما باستخدام الكرسي الشائك. العظمه اللي عملها سامي زين باستخدام الكرسي الشائك بضرب كيفن اوينز صح وكعبله كمان على الكرسي الشائك ده وعمل له باك سوبلكس على الكرسي، فكانت لقطات عظيمه جدا. ردها كيفن اوينز على طول بان هو حط الكرسي على دماغ سامي زين وزقه على الكورنر كذا مره في لقطه ان هو هيكسر بيها رقبه سامي زين بكل تاكيد. وهنا كانت العظمه الخاصه بكيفن اوينز اللي ما استسلمش وعمل الباور بامب على طرف الحلبه. الحته دي يا جماعه بتبقى حديد، بتبقى صعبه جدا، عملها على ظهر سامي زين. سامي زين بقى لا حول له ولا قوه بسبب الاثنين باور بامب اللي عملهم كيفن اوينز. كسب بيها سامي زين وثبته 1 2 3 في نزال الاعظم بكل تاكيد، نزال يستحق 10 من 10 ونجمه. تخيل 10 من 10 ونجمه، احسن نزال في السنه. اتكيفت من النزال ده لدرجه ان انا ما بقتش مستني نزال اليمينيشن شامبر ولا مستني ايه اللي هيحصل في اليمينيشن شامبر من قوه وعظمه النزال. ولكن WWE قررت ان هي تستخدم راندي اورتن وعوده الاسطوره راندي اورتن، ولكن بعد النزال علشان يهاجم كيفن اوينز ويفنشه بار كي او، ولسه عمل له البانت كيك السكيورتي يمنعوه، فيغضب راندي اورتن ويخلص على السكيورتي بار كي او ويحتفل مع الجماهير. عوده عظيمه يا راندي اورتن. كيفن اوينز ضد راندي اورتن الاسطوره في ريسلمانيا 41 تطبخ على نار مشتعله اشتعال رهيب دلوقتي، ولكن من الواضح ان سامي زين ملوش اي مستقبل في ريسلمانيا 41 ومش هيكون في الساحه الى حد الان. وممكن WWE تستخدم اصابته دي ان هو يبتعد عن ريسلمانيا 41 ويظهر بقى في العروض اللي بعد ريسلمانيا 41. كيفن اوينز راندي اورتن انا متحمس ليها بكل تاكيد، وعوده حميده يا راندي اورتن. ثم ناتي للنزال الاخير معانا النهارده، نزال اليمينيشن شامبر للرجال. دامين بريست، لوجان بول، جون سينا، سي ام بانك، درو ماكنتاير وسيس رولينز. اول اتنين ابتدوا بقوه كان سيس رولينز ودرو ماكنتاير، بعدها دخل دامين بريست، بعدها لوجان بول، وهنا درو ماكنتاير يخرج على ايد دامين بريست برولينج بين. ومن الواضح كده ان احنا رايحين على ريسلمانيا 41 في الخطه الاصليه اللي حصلت في رويال رامبل، ان دامين بريست كده عمل نفس اللي عملته ليف مورجان في اليكسا بليس وخرج درو ماكنتاير من الرويال رامبل وكمان خرجوا من الاليمينيشن تشامبر، فبالتالي بقى في وجه منطقي لدرو ماكنتاير ان هو ينتقم من دامين بريست وفنشه بالكليمور، وكان الفينش يستحقه بكل تاكيد دامين بريست. علشان هنتفرج على نزال قوي، ولكن لازم ان هم يظهروه بشكل احسن من كده ويقولوا دوافع اكبر واقوى من اللي انا قلتها لك كمان، علشان الناس تتحمس للنزال اكتر واكتر واكتر. ما بين درو ماكنتاير ودامين بريست النزال هيكون عظيم بكل تاكيد في ريسلمانيا 41 ومتحمس ان انا اشوفه. وفي النهايه لوجان بول استغل ان درو ماكنتاير هجم على دامين بريست وعمل له فينش سبلاش وثبت دامين بريست 1 2 3 وانتهى الموضوع على كده. علشان سي ام بانك الاسطوره يخرج لوجان بول من النزال بجي تي اس عشان اخر ثلاثه يكونوا سيس رولينز، سي ام بانك وجون سينا. وهنا ناتي لنزال ثلاثي عظيم ما بين الثلاثه. فعلا جيل جون سينا وسي ام بانك هو كان ضد جيل سيس رولينز بكل تاكيد، وكنت سعيد باللقطه دي جدا، وشفت ان سيس رولينز قدم نزال عظيم وجون سينا قدم نزال عظيم وسي ام بانك قدم نزال اعظم. يعتبر هو كان احسن واحد في النزال نظرا لان سنه لا يسمح له بكل الكاونترز اللي هو عملها وكل القوه والشراسه اللي اظهرها، وفكه لتثبيت فينش البيديجري وفينش الاتيتيود ادجستمنت وفينش كمان الاس تي اف وفينش الستامب. كل ده قام منهم سي ام بانك. ولكن في النهايه ياتي التعاون زي ما قلت لك ما بين سي ام بانك وجون سينا. سي ام بانك فنش سيس رولينز بجي تي اس، وجون سينا عمل له فينش الاتيتيود ادجستمنت، واللي ثبت سيس رولينز كان سي ام بانك، فبالتالي في افضليه لسي ام بانك على سيس رولينز، فبالتالي العداوه دي هتستمر لان سيس رولينز خارج فنش سي ام بانك بستامب وسمح لجون سينا ان هو يعمل له فينش الاس تي اف السبمشن الاستسلام. سي ام بانك اغمى عليه وفاز جون سينا بالاستسلام وفاز بمباراه اليمينيشن تشامبر بكل تاكيد. ولكن عظمه النزال ده كان ان هو تقييمه 9 من 10، الاعظم منه اللي حصل. وهنا انا عرفت ليه كان الحدث الرئيسي هو تواجد ذا روك. ذا روك دخل مع ترافيس سكوت وهو لابس اسود، وسط تواجد كودي رودز وجون سينا، وهنا ذا روك بيكلم كودي رودز ان هو عايزه يبقى البطل بتاعه. كودي رودز بيشتمه ومش عايزين نذكر الشتيمه. جون سينا بيتحمس بكل تاكيد وبعدين بيحضن كودي رودز، وهنا النقطه المهمه جدا، وهو بيحضن كودي رودز
ذا روك شاور له كده، جون سينا غضب وظهر التعبيرات العالميه والكادرات العظيمه اللي عملها تريبل اتش في اللقطه دي، وفنش كودي رودز ودمره حرفيا لو بلو بالهجوم بالساعه وكمان الهجوم بالحزام، وخنقه بالجرافطه، حرفيا عمل فيه كل حاجه. جون سينا خلى كودي رودز ينزف من كتر الضرب فيه على دماغه بالساعه وبالحزام، مش ممكن، ورفع في النهايه الحزام عشان يبقى فيه نزال عالمي ما بين جون سينا وكودي رودز في ريسلمانيا 41. النزال ده هو كان فيه مفاجاه ان كودي رودز هو المصارع المحبوب وجون سينا هو المصارع المكروه. جون سينا مصارع مكروه وسط ذهول الجميع بالهجوم اللي عمله، وانا واحد منهم طبعا وانا بتفرج، لان دي كانت ردة فعل عالميه حرفيا ان جون سينا يتحول لمكروه وتحصل المفاجاه وان جون سينا هو اللي يروح لريسلمانيا 41 والناس كلها كرهاه. هل يا ترى الناس كلها تكرهه؟ انا عن نفسي انا واحد مع جون سينا، جون سينا بدكتور اوف ساجانومكس تمام، لو هو بالشخصيه العاديه هي هتبقى فيها مشكله شويه، بس عايز اشوف هو هيقدمها ازاي طالما هو اللي طلب حسب كلام ذا روك في المؤتمر الصحفي ان هو يتحول لمصارع مكروه، فبالتالي ده طلبه، فهنشوف جون سينا هيقدم ايه. اتمنى جون سينا يقدم ما عليه، لان اللي حصل ده لقطه للتاريخ ولن تتكرر مجددا الا كل بقى 20 30 سنه لما نشوف البروموهات العظيمه اللي هيعملها جون سينا. جون سينا لو دكتور اوف ساجانومكس هيشتم في الجمهور وهيشتم كمان في كودي رودز وهيشتم في المعلقين، وهتتفرج على سنه عظيمه جدا لجون سينا، وده اللي خلاني متفائل بان جون سينا هيقدم احسن سنه ليه في مسيرته بالتحول لمكروه ده، لانه هيحاول يبذل كل مجهوده ان هو يكسب اكبر عدد من المباريات، وكل الناس تخاف من اللي هيعمله جون سينا في المصارعين بعد كده. فبالتالي انا سعيد جدا باللي حصل، مفاجاه كبيره جدا، مفاجاه احنا بنتمناها كجماهير للمصارعه اولا واخيرا. الفكره في تجاوب الجمهور، هل الجمهور هيبقى مع جون سينا المصارع المكروه في رحلته الى لقب العالم رقم 17، ولا الناس هتكون مع كودي رودز المصارع المحبوب؟ لو الناس ضد جون سينا فده الطبيعي، لو الناس مع جون سينا ده اللي هيكون غريب وهيأذي كودي رودز على المدى البعيد، لان كودي رودز هيبقى مطلوب منه بعد كده ان هو يتحول لمصارع مكروه لان كل الناس ضده، يعني هو هيتم اجباره ان هو يتحول لمصارع مكروه زي ما حصل قبل كده مع رومان رينز. فبالتالي جون سينا مع كودي رودز وسيس رولينز مع سي ام بانك، واحتمال كمان يتم اضافه رومان رينز ليهم، فكده سي ام بانك وسيس رولينز هيكملوا العداوه بكل تاكيد، وكمان معاهم العظيم جون سينا وكودي رودز. جون سينا انا شايفه هو اللي هيرفع اتحاد WWE بتحوله للشخصيه المكروهه، وحابب اشوف ايه اللي هيحصل من جون سينا بعد كده، لان جون سينا باع روحه لذا روك، وتعاونه مع ذا روك ده هدم خطط زمان قوي من اول 2012 العداوه التاريخيه الخاصه بجون سينا وذا روك. الاثنين كانوا ضد بعض، الاثنين في طرق مختلفه تماما، فجاه تعاونوا علشان يدمروا كودي رودز. جون سينا عايز لقب الاتحاد رقم 17، وانا شايف ان جون سينا هيحقق لقب الاتحاد رقم 17 بكل تاكيد، وهيكسر رقم ريك فلير القياسي ويبقى اكتر مصارع كسب لقب الاتحاد في تاريخ المصارعه الحره وهو مصارع مكروه. هنا ديت اللي كانت مفاجاه، وانا شايف ان جون سينا ايا كان اللي هيعمله هيكون بطل اعظم بكتير من كودي رودز اللي اتظلم. بس كده يا جماعه كانت حلقتنا، اتمنى كنتوا استمتعتوا حضراتكم، اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتعملوا شير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا لكم كلكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. يلا سلام.